ايه بكر، لك سرعتنا من الصبح شبه عم اتضايق. شو في؟ شبه فيصل قاسم. بعرف انه حكى على الجيش اللبناني، شو عمل له انا؟ بعرف انه عم يسبوا لي اعلام لبنان، شو سوي؟ العمى بعيونه. لك منين جبت هاي؟ نظامي حكيك نظامي. هلا بنعمل حلقة بنهاجم فيه الجيش اللبناني والشعب اللبناني ولبنان كلها باللي فيها مع كل شي عالم هني، وبنروح لعند فيصل قاسم. 5 مليون فيصل قاسم، 5 مليون إشارة زرقاء جنب حسابه على الفيسبوك. بنروح بنبعث له الحلقة وكذا، انت بس ليك بس تبعت له اياها، مو تبعت له استاذ، قول له الله شو كذا نحن كلنا معك. شو هي كانوا الكلمة اللي قالوها؟ كلنا فيصل قاسم. انت بس تسمع كلنا فيصل قاسم بتفكر بس هو بالحقيقة بيكون هيك. مو مشكلة، انت قل له كلنا فيصل قاسم واحلى اب اصيل، ايه له اصيل بحبه، قل له اب اصيل وكذا، بينشر لك الحلقة. ايه بننشهر من وراها، بنمسح له شوخه بحلقة بيشهرنا المسلسل كله. وقفت على الحلقة وهيك نحن عم نسب الشعب اللبناني. تمام؟ بلش تصوير؟ خلص حصور يلا سلام. تمام. كلنا فيصل القاسم. فيصل القاسم غرد بلسان الشعب السوري وكتب شيء عن هذا بحريته الشخصية، كان يكتب هذا الكلام، لكن أقزام الإعلام اللبناني تطاولوا على فيصل القاسم اللي هو عقيدنا وعقيد السوريين كلهم. خلينا نشوف أول شيء. شو هالشاب القبضاي؟ لا عن جد محاور حمش. ايه عادل الكرم، نحن طبعا يعني لا ننكر ان عادل الكرم قام بانتقاد النظام السوري حتى قبل الثورة السورية. في كثير من الحلقات كان ينتقدها، مثل هي الحلقة مثلا. لكن يا عادل الكرم انت غلطت، انت والشعب اللبناني الطنطات كلياتكم غلطتوا. بتعرف مين الحمش؟ عم تقول عن فيصل القاسم حمش؟ هلا بدي فرجيك مين الحمش، فرجينا نشوف. وانا بدي وحياتك قرب لحدي، انا بدي انا بدي ما بقى فينا نهدي. شايفين هاي الفوطه الوسخه اللي فايتينها؟ انت هلا هون كمتابع عادي ممكن شو تتخيل؟ انه فايتين يحرقوا المبنى من اوله لاخره، بدهم يهدوه. خلينا نشوف شو صار. علم لبناني هون وعلم جيش لبناني هونيك. هيدي الارض لبنانيه والجيش اللبناني هو الجيش اللبناني. بغضب اقتحم اللبنانيون الأحرار المكاتب وقرروا البقاء فيها حتى تقديم الاعتذار عما صدر من موظف في المؤسسة بحق الجيش اللبناني. نحن جينا لهون يوقف ويعتذر من خلال منبر الجزيرة مثل ما أساء للجيش اللبناني لشهدائنا. ياما بصير في اعتذار، أما بتاخذ إجراءات من قبل إدارة الجزيرة بحقه، أما ندعي الشعب لمساندتنا لتسكير فرع الجزيرة ببيروت. الرد المناسب
ذكروني بالنظام السوري، الغد المناسب بالمكان والوقت المناسب. يعني لما متجمعين كل هاللمه ورايحين توقفوا لي تحكوا كلمتين بقلب مبنى الجزيره، لك شوفوا العالم بالسودان فجرت الهيئه الالمانيه وقت ما لقوا تبع الدنمارك، والتقنيات بليبيا وقت راحوا وضربوا ار بي جي على السفاره، وين الشغل؟ وين الشغل الحماس؟ ما هي القصه كلها صارت من الاول هيك، بدنا اياها تشعل كلياتها مع بعضها. ما اللي طلع حكى فيصل قاسم هو انسان عادي، ما حكى باسم قناه الجزيره، حكى باسمه على حسابه الخاص، حكى عن ايا يكن، رحتوا انتم شخصنتوه وقلبتوه. يعني الشعب السوري شعب لبناني، وخصيصا نحن الفئه المعارضه اخذناها ضد الشعب اللبناني، والنتيجه ايه بكر؟ لا والله ما ادري شو صاير بلبنان. حرقوا 100 خيمه؟ ايه شو لا حول، شو عمل يعني؟ ماسكين 200 واحد؟ طيب في 5 سمعت عنهم انه عم يضربوهم بالطريق، النسوان عم تولد بالشوارع، العالم عم يرجعوها على سوريا. لا حول ولا قوة الا بالله. شو الخبر الحلو بعد اللي قلته لي؟ شو الخبر الحلو؟ الحلقة اللي عملناها عن فيصل القاسم جابت 100,000 مشاهدة يا محمد. لكن خلص بقى خلصنا، السوريين ما راحوا متعذبين، خلصنا شو نقعد نحن نشيل همهم كمان، المهم جبنا 100,000 مشاهدة. بعدها لفيصل القاسم لسه وينك 100,000 ثانيات عن فيصل القاسم، لا تخاف الله حياك.